95% من المهندسين عمرهم ما يوصلوا اللي انت ممكن توصله. طب يا ترى عارف ليه؟ لانهم بيكتفوا انهم يكونوا مركزين مش فاهمين، ولان اللي من افضل 5% مش دايما اشطر، لكن دايما اكثر وعيا واكثر فهما للصوره الشامله للمشروع. في الفيديو ده هقول لك 5 مواقف ممكن تكون مريت بواحد منهم ما كنتش عارف ايه الحل، وكمان هقول لك في اخر الفيديو ازاي تكون من ال5% المتميزين. الموقف الاولاني، مهندس مدني واقف في الموقع ومش فاهم ليه المقاول بيغير مسارات الضغطات او مواسير التكييف، ولا عارف ده هيأثر عليه في ايه. الموقف الثاني، مهندس معماري بيعيد شغله اكتر من مره علشان مش عارف ينسق ما بين التخصصات المختلفه زي التكييف والحريق والكهرباء والصحي وشغله في التشطيبات المعماريه. الموقف الثالث، مهندس بيتاخر في التسليم عشان كل شويه في تعارضات ما بين الاعمال المدنيه والمعماريه واعمال الالكتروميكانيكال، مش مدرك العلاقه ما بين شغله وباقي التخصصات. الموقف الرابع، نفس المهندس بيروح الاجتماع بس مش فاهم نص الكلام لانها عن اعمال الالكتروميكانيكال اللي عمره ما درسها. الموقف الخامس، مهندس تاني قاعد في نفس المشروع بيحل كل ده بسهوله وبيبقى هو المرجع لكل اللي حواليه. المهندس ده هو اللي بيكون من ال5% المتميزين. طب ليه؟ لانه فاهم الاعمال الالكتروميكانيكال كويس، فاهم اعمال التكييف والحريق والصحي والكهرباء والتيار الخفيف، وعارف ينسق ازاي ويخطط ويدير المشروع بشكل صحيح. لو انت كمان عايز تكون من النوع ده من المهندسين، ابدا دلوقتي رحله التطوير الحقيقي من خلال دبلومه الالكتروميكانيكال للمهندس المدني والمعماري، اللي هتخليك شايف الصوره الكبيره للمشروع وتجنبك مشاكل كتير ممكن تقع فيها. كل ده باسلوب تطبيقي بسيط يخليك تبني الثقه والمعرفه خطوه بخطوه. ابدا دلوقتي وتواصل معانا وخليك من ال5% المتميزين.